السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كي دايرين؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا في افضل الاحوال. اليوم باذن الله غادي نقترح عليكم غراتان كيجي معلق بطريقه بنينه سهله وسريعه، كيوجد في 10 دقائق. ندوزو باش نشوفوا المكونات والطريقه ديال التحضير. بداو على بركه الله. اول حاجه خديت واحد المقيله وضعت فيها شويه ديال الزيت النباتيه وواحد الحبه صغيره ديال الطماطم هكذا حكيتها، وكذلك زدت عليها حبه صغيره ديال البصله مشلضه، وزدت عليها جوج حبات ديال هكا فلافل الوان. كانت عندي وحده حمراء وحده خضراء، ممكن تزيدوا حتى الصفراء الا كان متوفره، اللي متوفر عندكم. هنا زدت عليها معلقه صغيره ديال الملح، كذلك معلقه صغيره ديال الابزار الفلفل الاسود، وغادي نزيد عليهم معلقه صغيره ديال السكينجبير. وغادي نزيد كذلك معلقه صغيره ديال الفلفله الحمراء، وهنايا عندي معلقه صغيره ديال الخرقوم، وعندي كذلك معلقه صغيره ديال القزبر، ومعلقه صغيره ديال المعدنوس. وغادي نزيد كذلك واحد نصف معلقه صغيره ديال الصلصه الحاره، كتبقى اختياريه. وعندي كذلك واحد ربع ملعقه ديال الموطارد. وهنايا زدت واحد جوج فصوص ديال الثوم هكذا هرستهم صافي. وكنزيد، وهنا غادي نزيد قطع من صدر الدجاج، ممكن ديروا صدر الديك الرومي اللي كان متوفر عندكم، كفته، اي نوع ديال اللحوم كتفضلوا. صافي هنايا غادي نحرك مزيان ونخلي داك الصدر ديال الدجاج ديالنا اللي درناهم كيتشحروا على نار مهيله حتى كتنشف ليا داك المرقه تماما وكيطيب ليا داك الدجاج، وكنطفي عليه. هنا مباشره غادي ندوز باش نوجد البيشاميل. صافي هنايا درت واحد الكاسرونه اللي درت فيها معلقه كبيره ديال الزبده، وغادي نزيد عليها معلقه كبيره ديال الدقيق الابيض الفرص، ممكن ديروا النشا. صافي هنا كنخلط مزيان حتى كيجانسوا ليا داك المكونات، وغادي نزيد الحليب. هنا ضفت ربع لتر ديال الحليب، وغادي نزيد عليهم توابل. هنا غادي نضيف معلقه صغيره ديال الملح، غادي نزيد كذلك معلقه صغيره ديال الفلفل الاسود، وغادي نزيد كذلك واحد شويه ديال الثوم المجفف. صافي غادي نضيف عليهم معلقه صغيره ديال الزعتر، وغادي نحرك المكونات مع بعضهم حتى كيتقال ليا الحليب وكيتغلى ليا، وكنطفي عليه النار. ممكن تضيفوا شويه ديال الجبن من بعد ما كتقال لكم البشاميل ديالكم. صافي هنايا غادي ندوز باش نوجد الكراتان ديالي. هنايا خديت اي مول عندكم، انا خديت هذا المول هذا كيتفتح من الاسفل. صافي هنا خديت واحد شويه ديال الزبده ودهنت المول ديالي. هنا عندي كميه ديال البطاطا مقطعه هكذا على هذا الشكل، انا قليتها في الزيت، ممكن ديروها في الفران الا بغيتو تجيكم صحيه اكثر. هي بهذه الطريقه كتجي بنينه بزاف ولذيذه. صافي هنايا تسرحتها في المول بهذا الشكل كما كتلاحظوا معايا. وهنا غادي ناخذ داك المقيله اللي صوبنا وغادي نزيدها. شوفوا لي كيف علقتو كيجي لذيذ بزاف. ضروري انكم تنقصوا عليه النار مهيله وتعلكوه حتى كيولي بهذا الشكل هكذا، كتنشف منه داك المريقه ديالو. صافي هنايا كنسرحوه بهذا الشكل فوق البطاطس ديالنا كما كتلاحظوا. وهنا عندي واحد شويه ديال لادان فيمي اللي زدتها من الفوق، كتبقى اختياريه كاضافه. كنسرحها كذلك بهذا الشكل. ومن بعد غادي ناخذ داك الصلصه اللي وجدت معكم. صافي هنايا كنضيفها هكذا من الفوق. انا حاول انني نقادها هكذا في المول ديالي كامل من الجوانب. صافي كنحاول انني نقادها بهذا الشكل كما كتلاحظوا بسباتيل حتى كتاخذ شكل المول كامل. وهنايا غادي ناخذ واحد شويه ديال الجبن الموتزاريلا كان متوفر عندي، ممكن تضيفوا اي جبن كتفضلوه. هنايا غادي نسرحو من الفوق ديال من الوجه ديال داك الصلصه اللي درنا، وغادي ندخلو للفرن
غير تغطينا عفوا ونطفيو عليه. وهذا هو الشكل ديالو من بعد ما وجد. كما كتلاحظوا هنا تزينته بشويه ديال المعدنوس من الوجه ديالو. صافي هنا غادي نقطع معكم مورسو باش تشوفوا الشكل ديالو النهائي. راه كيجي رائع بزاف ولذيذ لذيذ لذيذ بزاف ما نقولش لكم، وكيجي معلك. كنتمنى الفيديو ينال الاستحسان ديالكم وتجربوه، فعلا كيستحق تجربه. كيجي بنين بزاف وسهل في التحضير، يعني كما لاحظتوا ما فيهش بزاف ديال المكونات ودغيا كيوجد. كنتمنى فعلا انكم تجربوه. ما تنسونيش من تشجيعاتكم وتحفيزاتكم. جزاكم الله كل خير. الى فيديو مقبل، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.